أصحابي في كل مكان، وحشتوني جدا جدا قوي خالص. النهاردة وصلنا مع بعض لحلقة جديدة من حلقات أوكسفورد فونكس. النهاردة وصلنا للستوري. تعالوا بقى نشوف مع بعض بعد ما عرفنا وقرأنا الكلمات اللي فاتت كلها في الحلقات اللي فاتت. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنا ازاي هنقرأ الستوري مع بعض بكل سهولة. هنبدأ نتعرف مع بعض على سايت ووردز جديدة. جاهزين يا أصدقائي؟ هيا بنا. النهاردة عندنا الستوري اسمها ants. أول حاجة عملتها معاكم أنا عملت هنا سبيلنج لكل الليترز اللي موجودة عندي، بس لما جيت أقرأها يا أصحابي في letter هنا كان silent letter. طيب إيه هو السايلنت letter؟ السايلنت letter هو الليتر اللي بيتكتب بس ما بيتنطقش. محدش هينطقه، احنا بس هنكتبه. وعلشان هنا letter T، تعالوا اوريكم. عندي هنا letter T قبله N وبعده S، انا مش هقدر انطقه. يبقى انا عندي هنا كلمة ant، هقولها ant. لكن لو حبيت أجمعها هنقولها ants. حرف التي هنا هنكتبه بس مش هننطقه. تعالى أقول لك قاعدة صغننة. حرف التي لما بيجي قبله N وبعده S لا ينطق. تاني يلا بينا. حرف التي لما بيجي قبله N وبعده S لا ينطق. يعني ايه لا ينطق؟ يعني بيكون silent letter، انا مش هنطقه خالص. يعني كده يا اصحابي يرضيكم انا مكتوب في الكلمة ومحدش ينطقني؟ احنا مش هننطقك علشان الانجليش بتاعنا يبقى حلو، صح؟ يبقى احنا هنا لما نشوف letter T قبله N وبعده S silent letter مش هننطقه خالص، فهنقولها ants. القصة بتاعتنا عن ants النمل. احنا خدنا قبل كده مع بعض في اول درس كلمة ant ودي يعني نملة واحدة. النهاردة بقى هنشوف نمل كتير قوي وانا بخاف منه قوي يا اصحابي. انتوا كمان بتخافوا؟ تعالوا بقى نشوف الانس هنا في الستوري دي بتقول ايه. هنا عندي الستوري اسمها ants. تعالوا بينا يلا نقرأ نمبر 1 بتقول a man with a van is at the dam. تعالوا بقى نشوف مع بعض احنا هنقرأ الكلمات دي ونتعرف عليها ازاي. اول حاجة قال لي احنا عارفينها a man with، ودي سايت وورد جديدة هنتعرف عليها. with. تعالوا اقول لكم سر، قربوا يلا بسرعة من الشاشة. انا لما اجي انطق with شايفين انا طلعت طرف لساني بين اسناني وقلتها with. مين شاطر وقال معايا؟ برافو. with. تعالوا نرجع هنا. a man with an، برافو علينا. van. وطبعا دي كلمة مش جديدة واحنا قرأناها مع بعض. is at the
THE the. ودي من السايت ووردز اللي احنا هنتعلمها النهارده. انا لما اشوف THE هنطقها ازاي يا ترى يا هل ترى؟ تعالى اقولك، وقرب من السكرين او قربوا من الشاشة بتاعتكم واسمعوني كويس. يلا بينا اعملوا زيي. ذا شاطرين. يبقى انا كمان في الكلمة دي هعمل ايه؟ تعالى اوريك حاجة انا بعملها لاصحابي الصغنطتين. شوفوا هنا عندي TH، هنا عندي TH. انا هعمل ايه؟ انا كل اللي هعمله هعمل لك هنا مين يقدر يقول لي ده ايه؟ ده لسان. ده معناه ايه؟ ده معناه اني ما اشوف TH على طول اطلع لساني بين اسناني. ذا زي هنا لما عملت مع TH انا عملت ايه؟ طلعت لساني. ايه رأيكم؟ رسمتي مش حلوة قوي، بس انا هخليها حلوة دلوقتي. بصوا هنعمل ايه؟ هنظبطها مع بعض. اللسان هنا طويل قوي يا مس، علشان تفتكروا ان انا لما بشوف TH بطلع لساني. ففي كلمة with وعندي الكلمة التانية ذا. يبقى انا لو جيت اقرأ السنتنس دي كلها على بعضها هقول a man with a van is at the dam. A man with a van is at the dam. حلوين يا أصحابي الشاطرين. تعالوا نشوف يعني إيه a man with a van is at the dam. a man الرجل أهو، رجل a man مش ده رجل أهو. with a van ومعاه إيه؟ معاه الفان. a man with a van معاه الفان بتاعته. شايفين الفان العربية دي بنقول عليها van is at the dam. هما موجودين فين يا أصحابي؟ موجودين هنا في الدام، في السد. a man with a van is at the dam. سهلة جدا جدا. نمبر 1 وكمان عرفنا معناها. تعالوا نشوف مع بعض نمبر 2. هنا بقى عندي سايت وورد جديدة. ايه هي السايت وورد دي؟ قال لي انا هنا عندي he has. يلا بينا. an fan. he has a fan. يلا بينا قول ورايا. he has a fan. he has a fan. he has a fan. he has a fan. عندي هنا كما، هسكت سنة صغننة خالص يا أصحابي، مش هتكلم. he has a fan. a can and. طبعا احنا عرفنا ازاي نقراها من السيشن اللي فات. and yam. السنتنس كلها على بعضها هتقول ايه؟ يلا اسمعوني وركزوا جدا جدا.
He has a fan, a can, and a yam. He has هو معه هو لديه a fan a fan مروحة a can a can a can and a yam وبطاطا. يبقى هو هنا معاه ايه؟ تعالوا نبص على الصورة بتاعته. هو هنا معاه he has هو معه a fan مروحة a can and a yam. a fan a can a yam. هو معاه 3 حاجات fan can yam. خارج يستمتع ويلعب ويتبسط. معاه fan وكان ويام. fan can yam. تعالوا نفتكر مع بعض كنا بنكتبهم ازاي. fan fan can can ومعاه كمان yam. fan can yam. كده احنا اتعرفنا مع بعض في الصورة ايه الحاجات اللي معاه وشفناها بالصورة وشفنا كمان كلماتها. كده بقت سهلة جدا علينا. تعالوا نقرأها كلها مع بعضها. He has a fan, a can, and a yam. He has a fan, a can, and a yam. He has a fan, a can, and a yam. كده احنا قرأنا السنتنس نمبر 2 مع بعض وانا بقول بالراحة علشان تكرروا معايا. هي صعبة؟ قولولي. انا عارفة انه لأ، اصحابي اصلا شاطرين. تعالوا نشوف نمبر 3 مع بعض. تعالوا بقى اقول لكم نطق جديد لكلمة ذا. ايه ده؟ هو في نطق جديد؟ في نطق جديد لكلمة ذا. انا هنطقها ذا، لكن النطق التاني هننطقه ذي 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 ذي. ايه ده؟ طب وانا امتى هنطقها ذا وامتى هنطقها ذي؟ ذا ذي ذا ذي. تعال اقولك. هنا عندي الكلمة دي بتبدأ بفاول. لو جينا نبص عليها كلمة ants 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 أول حرف من حروف الكلمة دي vowel 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 sound vowel sound. يبقى أنا الكلمة دي عندي بتبدأ بvowel sound vowel sound. ants ants. هو بقى بيقول لي لما تشوف كلمة بتبدأ بvowel sound جت بعد الذا مش هننطقها ذا، لكن هننطقها ذي ذي. يبقى أنا هنا هنطقها إيه؟ تعالوا نبص على الكلمة دي. الكلمة دي بتبدأ بفاول ساوند، يبقى أنا على طول هنطق دي إيه؟ the ants the ants the ants want the ants إيه؟ النمل want عاوز يريد ذا فاكرين؟ قلنا هنا عندي ال TH هعمل اللسان بتاعي علشان نفتكر إنه لازم أطلع لساني في ال TH. ذا برافو علينا. ذا يبقى هنا بيقول the ants want the yam.
The ants want the yam. ايه ده مستغرب؟ النمل يريد اليام، البطاطا. النمل بيحب البطاطا؟ النمل عايز بطاطا؟ تعالوا نشوف الصورة. شايفين الصورة هنا؟ بصوا شايفين النمل بيعمل ايه؟ رايح اهو للراجل ومعاه البطاطا، وهو عمال يشيل البطاطا والنمل عمال يقرب. انا عايز اكل بطاطا، عايز اكل بطاطا. بصوا هنا the ants want the yam. The ants want the yam. مين شاطر وفتح الكتاب وبيعلم معايا وبيقرأ بعيونه من الكتاب؟ The ants want the yam. The ants want the yam. The ants want the yam. النمل عايز البطاطا اهي. شايفين البطاطا فين؟ هو ماسكها بعيد عن النمل اهو. البطاطا دي بتاعتي، انا عاوز اكلها. طيب تعالوا نشوف اخر sentence في الستوري بتقول ايه. نمبر 4 بقى يا اصحابي بتقول ايه؟ ايه ده يا مس؟ ده انت عملت لنا اللسان. ايوه تعالوا قربوا. ذا ايوه بطلع لساني، شفتكوا شاطرين. The man puts. هنا عندي P، مش هقولها حاجة تانية، هنقولها puts. The man puts jam. ايه ده؟ The man puts jam. وضع مربى جام. خدناها مع بعض في البلند مع الشورت on. The man puts jam on. هنطلع لساننا بعد كده، مش هنرسمها عشان انا عارفة ان اصحابي شاطرين. ذا yam. For the ants. ليه قلناها ذي؟ عشان الكلمة اللي بعدها يا مس بدأت بفاول ساوند. تاني ليه قلناها ذي؟ عشان الكلمة اللي بعدها بدأت بفاول ساوند. فهنا احنا قلنا ايه؟ The man puts jam on the yam. For the ants. The man. يلا معايا هقولها واحدة. The man puts jam on the yam. For the ants. أصحابي مين فاكر إنه أنا حرف التي أنا لما بيجمعوني في كلمة ants مش بتنطق. أنا كده لما بيجي قبلي ان وبعدي اس مش بتنطق، أنا بكون silent letter. طب انطقوني طق. لا احنا مش هينفع ننطقك، احنا بنتكلم انجليش حلو، احنا مش هننفع ننطقه يا اصحابي. اوعوا تقولوها حاجة تانية، احنا بس هنقولها ants. طب عرفتوا يا اصحابي انه انا عندي نطقين؟ مرة هتقولوني ذا ومرة هتقولوني ذي. نعم نحن نعرف. أنا أستطيع أن أقولك ذي عندما يأتي بعدك اسم يبدأ بفاول ساوند. إيه ده؟ مين اللي كان بتتكلم دي؟ إيه اللي حصل؟ يعني هو هنا بيقول لي إنه ذا ليها نطقين، مرة هقولها ذا والمرة التانية هنقولها ذي لما يجي بعدها كلمة بتبدأ بفاول ساوند.
vowel sound. فهنا قلنا the man puts. The man puts jam on the yam for the ants. For the ants. يعني ايه الجملة دي؟ تعالوا نبص على الصورة عشان نفهم معناها. شايفين الصورة بتاعتي؟ شايفين البطاطا؟ الرجل حط على البطاطا جام، مربى، حط عليها مربى for the ants وقدمها للنمل. يلا كلوا. قال لهم انا مش قادر اكل من غيركم، خلاص هحط لكم البطاطا عليها مربى ويلا كلوا. فهو هنا بيقول the man puts، وضع jam on the yam. الراجل وضع الجام on the yam على البطاطا for the ants للنمل. for the ants. تعالوا بقى دلوقتي نسمع الستوري دي كلها على بعضها in English من غير ما نقطعها. أتمنى نكون فاتحين الكتاب عشان نشوف كويس. A man with a van is at the dam. Number 1. الستوري اسمها ants. Ants. Number 1. A man with a van is at the dam. A man with a van is at the dam. Number 2. He has a fan, a can, and a yam. He has a fan, a can, and a yam. He has a fan, a can, and a yam. Number 3. The ants want the yam. The ants want the yam. The ants want the yam. Number 4. The man puts. The man puts jam on the yam. The man puts jam on the yam for the ants. For the ants. كده يا اصحابي احنا خلصنا الستوري مع بعض. لو عايز تبقى شاطر قوي قوي قوي، وانا عارفه ان انتوا شاطرين قوي قوي قوي، حاول تسمع انا بقرا ايه وتكتب، طبعا بعد ما نكون ذاكرنا. مهم قوي اسمع listen and write. اسمع واكتب، ده هيبقى مهم قوي قوي. حاول تقرا الستوري دي لوحدك. وبكده يا اصحابي نكون وصلنا لنهايه سيشن النهارده. خدنا مع بعض الستوري وشفنا السايت ووردز الجديده وتعلمنا ازاي ننطقها بطريقه صحيحه. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معايا وهستناكم في الحلقه الجايه. هتوحشوني جدا جدا قوي خالص. وبس كده خلاص.